صعوبة الرواية يمكن أن تؤدي إلى اختلافات متطرفة حتى في فهمها وفي تفسيرها. فأنا بتصور مجرد إن احنا رواية السؤالين، هو سؤال باعتباري دارس الفلسفة، هو باعتباري سؤال تاني باعتبار مصر. هل هناك شخصية فلسفية أو اتجاه فلسفي كانت لا تغيب عن بال أديبنا الكبير وهو يكتب ما يكتبه؟ هذه ناحية باختصار. الناحية الثانية، أنا أحيانا ببحث عن الشخصية المصرية ما لاقيهاش، بمعنى أن الشخصية المصرية تقريبا تكاد تكون في كل العصور مطحونة، ولها مواصفات في العصر الفرعوني، غيرها في العصر الإسلامي، غيرها في الحملة الصليبية، الفرنساويين، الإنجليز، حتى بعد الثورة المصرية الشخصية المصرية العادات والتقاليد والقيم بتاعتها بدأت على، أنا مش عايز أقول كانت تقلب رأسا على عقب، ولكن يعني تعتبر خصائص وصفات جديدة. من هي الشخصية المصرية عبر هذه العصور كلها؟ أنا عايز أقول هي مين؟ هي مين؟ إيه هي مواصفاتها؟ إيه الخيط المشترك بين الشخصية المصرية ابتداء من تاريخنا اللي دارت في أعماق الفرعونية حتى وقتنا الحالي؟ وشكرا. وصلت فيه أكثر من ذلك. زي منهج ديكارت مثلا. المنهج الماركسي في بحث المجتمع ايضا النظرة الصوفية على خفيف، ودي عاوز شرح شوية، انما ايه اللي اثر في سلوكي او في كتابتي الحقيقة ما اقدرش انسبه وانا مطمئن اقول لك انا اديب ديكارتي مثلا اقول دي مش صحيح. اما عن الشخصية المصرية، حقيقي الشخصية المصرية اختلفت كتير، لكن احنا لنا تكوين جغرافي تاريخي الحقيقة ترك آثار عميقة في شخصيتنا. يعني احنا إن ما كناش أول من اكتشف الزراعة، فعلى الأقل من أوائل الشعوب اللي اكتشفتها. وكمان حكاية النيل والري دي كلها خلته شعب أكبر شيء يبحث عنه الأمان، ودائما يتطلع للسلطة المركزية بشيء من التقديس والاحترام، حتى إن من الأسماء اللي كان يسمى بها فرعون على سبيل التمجيد موزع المياه، اللي أحيانا يتجاوز بحيث يهدد الأمان نفسه. وبين شوية الأمان والصبر لابد نفرق عن روحنا بكام نكتة بقى. فمن هنا جت حكاية الفكاهة وكده، مع صفة مغروزة من الأصل اللي هي التدين، لأن فرعون قلد نفسه وخلهم يعبدوه عشان استتباب النظام، بحيث ان الطاعة هنا تبقى عبادة، وإلا كان هيجيب أمن مركزي منين؟ فكان لما ابتدوا في عصرنا الحالي تمردوا قليلا على الصفات دي تحت ضغوط لو حصل نصها اي